يا مساء الخير عليكم، سيزون جديد والسيشن جديدة، حلقة جديدة، بودكاست فري ثيرابي. بقين نسكافيه ويلا بينا. وحشتوني جدا. لسه مكملين في سلسلة أنا ليه أروح لدكتور نفسي. النهاردة هكلمك في حاجة يمكن بتمر عليك طول عمرك ولا مرة وقفت نفسك وسألت هو إيه اللي بيحصل. كلمة السر: النهايات. يبان لكم إن إحنا هنتكلم عن نهاية العلاقات أو نهاية قصص الحب عامة، واخدكم بقى في سكة نهاية أخلاق وازاي ننهي العلاقة باحترام مع الطرف التاني. بس الحقيقة ان في نهايات اهم بكتير من نهاية قصة حب، يمكن ابسط منها حاجات اصغر شوية بس تأثيرها اكبر بكتير لو ما اتقفلتش صح. كل قصة وليها نهاية، وكل مرحلة وهيجي وقتها وتخلص ونبدأ مرحلة جديدة. بس الأهم اتقفلت ازاي وسابت جوايا أثر شكله ايه. خليني أديكوا أمثلة، نبدأ من الأبسط للأعمق. في نهايات بسيطة زي آخر صفحة في روايتك الجديدة، آخر حلقة في مسلسلك المفضل، حتى آخر بق نسكافيه. وفي نهاية الأجازة اللي احنا فيها دلوقتي. ظاهريا يبان لك انك لما رجعت من أجازة العيد انت نازل الشغل غصب عنك ومتقدر وصاحي من النوم بالعافية وكان نفسك السنة كلها تبقى أجازة. بس ده مش حقيقي، لأنك لو خدت أجازة أكتر من أسبوع أو 10 أيام مش هتطيق قعدة البيت وهتبقى عايز ترجع الشغل تاني، لأنك ببساطة اتعودت، والتعود أقوى من أي شيء. احنا بناخد الأجازة دي علشان نفصل شوية من الشغل ونرجع تاني بباور جديدة، لأن خلاص حياتنا أخدت الشكل ده. وفي نهاية سفرية، انتوا مش متخيلين إحساسي وأنا راجعة من طريق سفر، خصوصا لو كنت مبسوطة فيه قوي. قمة الحزن والزعل، عكس تماما الإحساس وانت مسافر، بتبقى متحمس قوي وكلك طاقة للمكان الجديد. العودة كأنك بتنزل تتر النهاية على السفريات واللحظات السعيدة، وكأنك مش هتسافر تاني ودي آخر سفرية في حياتك. احنا ناس ايموشنال، العاطفة عندنا في المقام الأول وبنتأثر جدا بأي لحظة من دول. وفي نهاية تانية حزينة قوي على فكرة، نهاية حدث مهم في حياتك، فرح أو مناسبة سعيدة أو حتى ايفنت في الشغل. انت مش متخيل الإحساس صباحية الايفنت ده، بتبقى قمة الحزن ومش عارف تعيش ازاي، وكأن ما كانش عندك حياة قبل ما يحددوا ميعاد الايفنت ده، فبتاخد وقت طويل لحد ما ترجع تاني لحياتك الطبيعية. نخش في التقيل شوية. لو انت عندك صاحب، هو عبء عليك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. واصل معاه المرحلة ان انت صوته حتى ما بقتش قادر تسمعه، مكالمته مش عايز ترد عليها، امره ما بقاش يهمك، لا حزنه ولا فرحه، مش شايف قدامك اي ذكرى حلوة كانت بينك وبينه. كل اللي انت شايفه انك عايز تنهي الصحوبية دي بأي شكل. اللي منعك زعل صاحبك، او انه يشوفك جبان، بياع، اختفيت فجأة من غير سبب. بتفضل كل الاعتبارات دي تزن في ودنك عشان تمنعك تاخد الخطوة. مضطر تبقى جنبه، بتقعد سنين متصنع للود، بتفك الكلمة والضحكة والاهتمام. وأقولك المفاجأة، هو اللي ممكن يسيبك في أي وقت وبدون أي سبب. طب احنا ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ ليه أبقى مضطر يبقى ليا صاحب المفروض إنه المكان الآمن المريح الوحيد في حياتي يبقى مكان زعلي وعدم راحتي، وأبقى بفيك كل مشاعري معاه وبكدب طول الوقت؟ خد قرار وابعد مع احترام مشاعره. الصراحة أحسن حل في المواقف دي بدون اختفاء، تقول أنا مش مرتاح وبس. وبيتهيألي ده سبب كافي قوي لإنهاء أي علاقة في الدنيا. في جملة كنت قريتها قبل كده: لو زعلان وندمان على ضرسك اللي اتخلع افتكر قد ايه هو كان بيوجعك. من وقتها وانا خدت الدرس بالظبط. طب نهاية الصداقة حاجة سهلة؟ ابدا، من اصعب ما يكون. بس هتاخد وقت وتعدي زي ما كل حاجة بتعدي. الاهم انك ما تكونش انت الطرف المؤذي. اياك واذية الروح، دي الحاجة الوحيدة اللي مش هتنيمك الليل. بقين نسكافيه. طيب لو حبيت، لو لأول مرة تحب بجد، حد صلح كل حاجة، رجع لك الإحساس بالحياة
وبالأمان بعد ما كان راح منك. انت شايفه شريك مثالي، ولو انه مفيش حد مثالي، بس دي حلاوة البدايات. لما حلاوة البدايات دي بتخلص، بتخش بقى في معمعة الحياة والمسؤوليات اللي بجد، بنكتشف في مشاكل كتير، في عقد وكلاكيع، اختلافات كتيرة قوي. الاختلافات دي بتجيب مشاحنات وغضب، لدرجة ان كل حد بيبقى شايل من التاني وساكت. انت الحل على لسانك، بس عمرك ما تقوله. عقلك عايز ينهي العلاقة ويرجع حر من تاني، بس قلبك اتعلق. قلبك خايف يبعد بعد ما اتعلق، وهي دي المشكلة. أوقات كتير بنضطر نبقى موجودين في علاقات هي مؤذية، توكسيك، منتهية وبايظة، مفيش أي حاجة ممكن تداويها، بس انت خايف. خايف تبعد أو تنهيها، لا تندم إنك نهيتها. خايف تبدأ من أول وجديد في مرحلة التعافي. خايف تبقى لوحدك. للناس اللي شايفة إن الموضوع بسيط، هو مش بسيط خالص. إنك تختار بإرادتك وبمزاجك تبعد عن حد بتحبه أصعب حاجة في الدنيا. إذا كنا إحنا بنزعل قوي وقت ما يفارقنا حد، مع إن ده ولا بإيدي ولا بإيده، بس لمجرد الفراق والذكريات والحياة اللي كانت بينا إن هي خلاص ما بقتش موجودة، بتتعب وبتزعل. ما بالك بقى أنا اللي بعقلي ده ببوظ العلاقة دي وبنهيها. بس خليني أقول لكم إنه الحب لوحده مش كفاية. ساعات الحب ده بيبقى لعنة على صاحبه ومرض. مش ساعات كده بتشوفوا قصة حب اتنين بيحبوا بعض قوي؟ أنا نفسي شفتها كتير. اتنين حقيقي كل الناس بتتكلم على قصة الحب اللي بينهم، ومع ذلك بيبعدوا وبيسيبوا بعض. فاكتشفت فعلا إن الحب مش كفاية إن هو يفتح بيت. ممكن كفاية إن احنا نعيش مشاعر حلوة مع بعض، بس إن البيت يفتح ويكمل بالحب بس، لازم حاجات كتيرة قوي جنبه. فاحنا مش بمزاجنا بنبعد عن الناس اللي بنحبها. نشرب بقى نسكافيه. في بقى حاجة تانية تقريبا مفيش ناس كتير اتكلمت فيها، النهايات المفتوحة أو العلاقات اللي ملهاش نهاية. عارف لما تتفرج على فيلم أو مسلسل تلاقيه في آخر حلقة سابلك النهاية مفتوحة؟ أنا كمشاهد الموضوع ده مستفز جدا بالنسبة لي، لأن احنا تعودنا على النهايات، يا إما نهاية سعيدة البطل بيتجوز البطلة، يا إما نهاية حزينة حد فيهم بيموت. لكن ان انت تسيب لي الاحداث مفتوحه مفيش قفله للقصه، دي حاجه بتضايقني. طب دي افلام، ما بالك بقى بحياتك؟ ان انت تفضل في علاقه مع حد انت مش عارفها، انت ولا مع الشخص ولا انت سبته، راضي بالعلاقه اللي كلها اون اند اوف وابس وداونز وتقلبات كتير وملخبطه وملعبكه. ايه ده؟ انت راضي بالعلاقه دي لمجرد انك خايف تكتب لها سطر النهايه وتقفلها. في نقطه كمان عايزه اتكلم فيها في الموضوع ده. الحقيقة إن هي مش نهاية فترة ولا شيء، هي نهاية شخص. لو انت بتمر بحاجات كتير في حياتك، سبت واتسبت، اتوجعت اتخذلت وفرقت، بتقول لنفسك جملة ساذجة جدا: أنا انتهيت. أنا يمكن ما بحبش الكلام اللي طاقته الإيجابية عالية أوفر، اللي يخليني أحس إن الناس كلها بتخطى أزماتها إلا أنا. كلهم بقى نزلوا يجروا على البحر الصبح والدنيا بقت تمام، وأنا لوحدي اللي عايشة كده. خلينا نتكلم بشكل منطقي شوية. الأزمات في حياتنا كتير، يمكن بنتعب أكتر ما بنرتاح في الدنيا، بس انت مش من حقك انك تنهي حياتك بإيدك. حياتي ونفسي دي وروحي مش ملكي، دي ملك لله سبحانه وتعالى. أنا مش من حقي إن أنا أنهيها مهما كنت تعبان، مهما كنت مأذي في الدنيا. حياتي ما تخصنيش لوحدي، ليا شريك فيها. مش كنت لسه بقولك إن كل حاجة بتعدي؟ هتروح تعدي على وشك، سوري، بس هتعدي. هتبقى اتعلمت وجربت وأكيد اتغيرت. محدش بيعيش حياته ويتعب وبس، أكيد بيرتاح. مش عايزين نسود الصورة، بس الحقيقة إن مش كل النهايات حزينة، مش كلها قفل باب. في نهايات بتبقى نفس طويل بعد سنين وانت نفسك مكتوم. وخليني أقولك حقيقة النهايات اللي محدش لاحظها أو محدش حسبها بالشكل ده. كل قصة ولازم تخلص، لازم تخلص ويجي بعدها قصة جديدة عمرها ما كانت هتتفتح لو القديمة لسه موجودة. لو ما كنتش سبت شغل متعب ومجهد بالنسبة لك، كنتش هتبدأ في كارير جديد
بتاعك انت وتنجح فيه. لو ما كنتش نهيت علاقة سامة ومؤذية بالنسبة لك، ما كنتش هتلاقي شريك الحياة اللي يستاهلك. لو ما كنتش نهيت اللمة الكدابة اللي كانت حواليك، ما كنتش هتقابل عشرة عمرك دلوقتي. كل حاجة بتحصل بسبب، مفيش حاجة اسمها صدف، كل حاجة مترتبة. ربنا دايما بيرتب لك الأصلح وفي الوقت الأنسب ليك. الأهم إن أنت تبقى قد القرار اللي تاخده. خد نفس وخد قرار، ما تفكرش تاني. طالما قلبك حاسس بحاجة إن أنت لازم تعملها، يبقى هو ده الصح، وربنا بيسهل لك الصعب على فكرة. بس الأهم إن أنت تكون عملت كل اللي عليك لآخر نفس. بقى نسكافيه. اكستاسي، لو عايزين تاخدوا سكرين شوت اوكي. الكتاب ده كان طالع ترند جدا وانا تقريبا في الجامعة، كل الناس جابته عشان صفحاته سودة والشكل بتاعه مختلف شوية عن الكتب اللي احنا بنجيبها. بصوا، هو كتاب مش وحش بس مش قوي قوي. هو ولا رواية ولا كتاب نفسي ولا في اي حاجة، هو عبارة عن كتاب فيه جمل كتير، فيه كوتس كتير ممكن تستفاد بيها في حياتك، تقراها من وقت للتاني. كل يوم مثلا ممكن تقرا حاجة وتطبقها في يومك. انا ممكن استخدمها هنا في الحلقات اللي جاية كتير، لايق شوية مع كونسبت البودكاست. بس مش رواية ممكن تقراها وتتعمق فيها وتستفاد فايدة كبيرة يعني. البشر هم سلالة استثنائية. الحقيقة يا جماعة أنا كل يوم بكتشف حاجات أكتر في البني آدمين من اليوم اللي قبله. صحيح إن ربنا فضلنا إحنا كبني آدمين على جميع المخلوقات، بس المساوئ اللي بتحصل في الدنيا دي من شر عملنا إحنا. يعني إحنا كبني آدمين، إحنا اللي بنحلي صورة البني آدم وإحنا اللي بنوحش صورته. يا ريت نكون رحماء ببعض، يا ريت نهون الدنيا على بعض. والله يا جماعة كلنا فينا اللي مكفينا، يعني الحقيقة إن كل واحد فيه اللي مكفيه. اليوم اللي أنت بتنزل فيه وعندك مشاكل كتير، ممكن تقابل حد فيه قد اللي فيك 100 مرة، بس مش لازم يقعد بقى يشتكي ويشيلك الهم ويتعامل معاك بطريقة وحشة لمجرد إن هو عنده مشكلة. فنخلينا كده ناس لذيذة عشان نعدي كام سنة اللي جايين لنا في الدنيا على خير. خلصت الحلقة. الحقيقة أنا اتبسطت بيها جدا، يا ريت تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا بالحلقة دي. اكتبوا لي في الكومنتس لو عندكم مواضيع جديدة عايزين نتكلم فيها، أفكار لحاجة بتؤرق ذهنك عايز إن أنت تسمعها من حد تاني بيتكلم فيها، هكون مبسوطة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على تشانل يوتيوب. اللي حابب طبعا يسمع البودكاست اوديو هيلاقي اللينك في الديسكريبشن بتاع سبوتيفاي للحلقة. عندكم الفيسبوك بقى والانستجرام ريلز كتير بتنزل طول الاسبوع، لايكات وشير وهتلاقوا الموضوع لذيذ وهيعجبكم. كنت معاكم انا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. هتوحشوني جدا وتصبحوا على الف خير.